انت متابع اللي بيحصل في العالم؟ اصل شكله النهارده هيقلب عواصف رعديه. ترنوبه عامل فيها ديك رومي وعمال يخبط في بقيه الطيور، والبط البغالي عامل نفسه من بنا يا جدع. والله الواحد حاسس انه بيتفرج على فيلم عادل امام، رجب فوق صفيح ساخن. ترنوبه لو صحي مزاجه وحش، ممكن يغير خريطه العالم قبل الفطار. يا عم بلاش فشر، لا ترنوب ولا اجعص منه يعرف يعمل حاجه. ما تنساش الشرق البعيد صاحي ومفنجل عينيه. انا بقول لك واحنا قاعدين على النيل يشهد عليا. هيفضل هايج كده لحد ما يوقع العش على دماغه. اذا كان ديك رومي فيه طيور جارحه وفيه تنين مستخبي ومنتظر لحظه الانطلاق والسيطره، انت هتفضل ماسك خرطوم الشيشه دي طول الوقت. شويه كده وهيجي غيرك يمسكه، صح؟ يعني تنين الشرق بيحضر نفسه بقاله مدة وحاسب ساعة الانطلاق بالثانية والدقيقة. خلي كفر البلاص عايش داخل الجرة اللي صنعها عشان يحط نفسه جواها ويدفن نفسه زي ما بيدفنوا الجبنة. مش كده؟